اللي هو سبب برضه مشكله الطاقه النهارده والكهرباء النهارده. فانا بطمن الناس ان شاء الله باذن الله المشروع ده يعني بندرسه كويس قوي، وان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله هندخل هذا المشروع لمصر باذن الله، وهيبقى ان شاء الله في معالجه امنه لتدوير القمامه. وبالمناسبه يعني انا كنت ملحق دفاع في البرازيل يعني، وحتى لما قابلت الراجل اللي هو البرازيلي ده يعني فعلا البرازيل نتمنى ان احنا نكون زي البرازيل الان. انا حضرت يمكن كان خلال 96 98 وانا كنت ملحق دفاع هناك، كان عندهم طالعين لسه من ازمه اقتصاديه طاحنه فعلا، كان على اثرها غيروا العمله بتاعتها اللي هي الكيرجيرو، وعملوا العمله الريال اللي هو كان وزير الماليه اللي هو فرناندو انريكي كاردوزو اللي هو الرئيس اللي قبل دي سيلفا، واللي كان بياخد حضرتك يعني مدة رئاسة واحدة بس اللي هو 4 سنوات بخطة الريال وتحويل الاقتصاد البرازيلي إلى اقتصاد فاعل. غيروا الدستور وادوله فترة تانية، وجه دي سيلفا وكمل المشوار. وإن شاء الله نتمنى إن احنا نكون زي البرازيل، لأن البرازيل ده مارد نايم، مارد اقتصادي نايم فعلا ولسه ما صحاش، لكن هو يعني لو هيشتغل بطاقته كلها ممكن يكون اول اقتصاد في العالم. احنا نتمنى نكون زي البرازيل، احنا عندنا خير كتير، وان شاء الله بوجود رجالنا الشرفاء هنصل الى هذا الكلام ان شاء الله. شكرا جزيلا.